أول حاجة عاوزين نعرفها هو إحنا ليه محتاجين المصفوفة. دلوقتي لو في 20 شخص وال20 شخص دول أنا عاوز أعمل لهم متغير لعمرهم، فهروح أعمل إيه؟ هعمل انتجر age 1 age 2 age 3 وهكذا لحد رقم 20. وطبعا الطريقة دي صعبة جدا عشان أعملها، وعشان كمان أقدر أستخدم المتغيرات دي، وإحنا هنا بنتكلم عن 20 شخص. طب افرض أنا عندي 1000 شخص، فالموضوع هيكون صعب جدا جدا. طيب الحل فين بقى؟ الحل في حاجة اسمها array أو المصفوفة. يعني إيه الكلام ده؟ الموضوع أبسط مما تتخيل. المصفوفة هي عبارة عن مجموعة متغيرات من نفس النوع، يعني مجموعة من المتغيرات من نوع integer، فهيكون أرقام صحيحة زي رقم 2 3 4 5، أو float إن هي تبقى أرقام كسرية زي 2.3 4.5 9.5، أو حتى char اللي هو بيخزن حرف، فيكون حرف A أو B أو C أو D أو أي حرف وهكذا. وما ينفعش تكون المصفوفة مجموعة من متغيرات مش من نفس النوع، يعني ما ينفعش تعمل مصفوفة فيها رقم صحيح ورقم كسري واسم وحرف والكلام ده كله، لازم يكونوا من نفس النوع. فبدل دلوقتي ما كنت هعمل 10 متغيرات، لا أنا هكتب كلمة واحدة بس هتعمل لي عدد المتغيرات اللي أنا عاوزه. انت عاوز نوع المتغير ايه؟ انا عاوز نوع المتغير integer float string اللي نفسك فيه. لا يا عم انا عاوزه يخزن ارقام صحيحة. خلاص حلو، هكتب integer. طيب اسم المخزن بتاعك اللي انت هتخزن فيه الارقام الصحيحة دي هتسميه ايه؟ سميه زي ما انت عاوز. انا عايز اسميه ages، فانا هسميه ages. تمام. فهكتب ايه بقى؟ هكتب integer اللي هو نوع المتغير، بعد كده ages، وبعد كده هفتح square brackets او قوسين، واحط فيه جوه القوسين دولت رقم. الرقم ده هيدل على عدد المتغيرات اللي انا عاوز اعملها. يعني انا لو حطيت جوه البراكتس ده رقم 5، فانا كده عندي او عملت 5 متغيرات من نوع انتجر. لو خليته 10، فانا كده عملت 10 متغيرات من نوع انتجر، بدل ما كنت اكتب انتجر age 1 age 2 age 3 وهكذا لحد رقم 10. لا، انا كتبت له انتجر ages وبعد كده فتحت سكوير براكتس وحطيت جوه رقم 10. عندك بقى المصفوفة اللي فيها ال10 عناصر دولت، عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي ان العنصر الاول اللي في المصفوفة بيبدأ من رقم صفر. يعني انت لما تيجي تعد، او مش لما انت تيجي تعد، لما الكومبايلر يجي يعد فهو بيبدأ من رقم صفر. يعني العنصر الاول عندي بيقول رقم صفر 1 2 3 4 لحد اخر المصفوفة. طيب ان شاء الله بقى في الجزء اللي جاي هنشوف الكلام ده على الكود، وهيكون الموضوع ابسط مما تتخيل.